كل أب وأم بيتمنوا يشوفوا عيالهم أحسن منهم. عبارة جميلة وفيها إيثار وتضحية وقول زي ما تقول، بس في سبيل ده بنلاقي تحكم في حياة العيال. فلو أنت مثلا دكتور، بتكون عايز ابنك يطلع دكتور علشان يبدأ حياته من مكان ما أنت وقفت ويبقى أحسن منك. ولو كنت مهندس، عايز ابنك يكمل طريقك وما يشوفش اللي شفته ويقعد على مكتب من أول يوم، عايزه يبقى أحسن منك. فبنضغط على عيالنا بحجة إننا عايزين نشوفهم أحسن مننا، وفي سبيل النية الحسنة دي ممكن نقطع رقبة أحلامهم الخاصة وطموحهم اللي ممكن ما نكونش فاهمينه، وفوق ده نصادر حقهم في التجربة والوقوع والخطأ والصواب. أنا شفت بنفسي الحالة دي، كان كده وهو ابن وكان كده وهو أب. دفع تمن ضغط أبوه إنه يبقى مهندس مع إنه مش بتاع رياضيات ولا جبر ولا هندسة، وفضلت علاقته بوالده فيها شد وجذب. أبوه عايزه يبقى أحسن حاجة في الدنيا، بس وفق الإطار اللي هو شايفه، وهو قرر نفس الغلط. عايز ولاده يكونوا أحسن منه ورافض يفهم أفكارهم وطموحهم، وياما استخدم سلطته كأب إنه يقصقص خيالهم ويحميهم من نفسهم زي ما بيقول لنفسه. فلما قعدت أفكر لقيت إن العبارة اللي تربينا عليها كل أب عايز ابنه يكون أحسن منه وكل أم عايز عيالها يكونوا أحسن منها، لقيت العبارة دي غلط. غلط. العبارة الصح إني لازم أشتغل إن عيالي يكونوا أسعد مني. أسعد مني غير أحسن مني، غيرها خالص. أسعد مني بطموحه وأفكاره وبحقه في التجربة سواء نجاحها أو فشلها. أسعد مني بثقته بنفسه اللي بتتبني من الاحتكاك والوقوع والوقوف من تاني. دورك كأب إنك تناقشه، تصحح أفكاره وتحميه من إنه يأذي نفسه بجد من خلال تصرف مش مسؤول مثلا. دورك إنك تكون كبير في عينيه مش كبير عليه. والله الفرق بينهم كبير جدا ومهم جدا. وللأسف طول الوقت الحجة موجودة، هو أنا يعني عايز إيه غير إني أشوف ابني ولا بنتي مبسوطين؟ بنخرب حياتهم والله، وإحنا ما كناش عايزين نشوفهم غير مبسوطين. وفي الآخر أوقات الحقيقة بتوجع فعلا، لكن يمكن تكون هي اللي بتفوقنا.